العصير اللي هنعمله مع بعض في الفيديو ده مش علشان نشربه، العصير ده علشان نحطه على شعرنا، لان هو الحل الامثل اللي هيطول شعرنا، هيخلي فيه لمعة صحية، كمان هيعالج فروة الراس، وهيخلي فيه لمعة ما حصلتش، لان كل مكوناته طبيعية. اول حاجة جبت جرجير، طبعا الجرجير معروف قد ايه هو مفيد للشعر وبيطول الشعر وبيخلي الشعرايه صحية. وجابت توم، كلنا عارفين ان التوم بيدخل في كل الزيوت بتاعة الشعر، وكمان في ناس بتعالج الثعلبه وتساقط الشعر بالثوم. وجابت ليمونه، الليمونه دي علشان تتاكد ان الفروه هتكون صحيه ونظيفه وما فيهاش قشره، لان الليمونه دي تعتبر من الحمضيات. وكمان جابت خيرايه، الخيرايه دي اللي هترطب الشعر كويس جدا. انا عن نفسي كمان لو جبت قرن فلفل حراق، وده لما تحطيه في الخليط ده مش هيأثر خالص ولا هيولع شعرك، وحطيتيه لان انا مجربه التجربه دي شخصيا. القرن فلفل الحراق ده السخونه اللي فيه بتنشط فروه الراس وبتخليكي تستفادي بالماسك اكتر. وحطيتيهم كلهم في الخلاط مع نص كوبايه ميه وضربتيهم واتعملوا عصير بالمنظر اللي قدامكم ده، وعملتي الماسك ده مرتين في الاسبوع، صدقوني هتدعوا لي شعرك ده في خلال شهر هيبقى شعر حرير وطويل وشعر صحي. جربوا الوصفه دي وما تنسوش لو جربتوها تقولوا لي رايكم في الكومنتات. كانت معاكم آلاء جمال، سكين كير اند هير ثيرابيست. مع السلامه.